هنعمل النهارده البيتفور. اسفه على التاخير، حقكم عليا، معلش. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهيا بينا نطبخ مع حنان. ويلا بينا نشوف عملنا البيتفور الجميل ده ازاي. 800 جرام زبده مطلعاها من التلاجة، هي ساقعه بس مش مجمده قوي. هنضربها معايا 300 جرام سكر بودر. هضرب الزبده كده الاول شويه عشان ما تعملش كده بتاع، ما تطلعش هوا وتبهدل الدنيا. يلا بينا بعد ما ضربتها كده شويه، مش هوا، تطلع الفقاقيع بتاعت السكر. هنزل بالسكر، هضربها حلو يعمل فوم جامد. حابه ضربه حلوه اضربها ممكن بسلك ايدك بمضرب، بيبقى حلو. لو الزبده طريه بتتضرب 4 بيضات، 4 بيضات حجم كبير. لو صغير ممكن تحطي 5، مش هحط بقى صفار ولا بياض، لا هو كده حلو قوي كده عشان نبسط الدنيا كده قوي قوي. حطيت عليها معلقه فانيليا كتير كبيره عشان انزل بها مره واحده بقى. عايزه تبقي ضامنه البيض يبقى طازه فريش حلو، وما تبقاش مركون، ما تجيبش البيضه، تبقى عارفه جايباها من مكان مضمون. وكمان يبقى كل حاجه الادوات بتاعتك جافه جدا، ما تبقاش فيها ميه. معايا كيلو دقيق، مش هحط بيكنج باودر، البيض فور ما بتحطلوش بيكنج باودر. او نخلاه كويس جدا مع ذره ملح. يلا بينا يلا بينا. اهو اضربه بقى كده، انا هضربه شويه كده، نسيت المضرب بتاع البيض، المفروض بالكف بس انا هعمله بايديا. بالمعلقه كده، مش هحط ايدي كمان، انا بالمعلقه هقلبه بالمعلقه. العجينه حلوه قوي طريه. إيه لو عايزاها بقى، لقيتها طريه ومش قادره تتحكمي فيها ولقيتها طريه شويه، حط لها معلقتين دقيق ما بيحصلهاش حاجه. يلا بينا اهو. عشان عملت كده في الكاكاو، هقول لك انا ما رضيتش اقسم بقى الكاكاو، هاخد منه واحط عليه معلقتين اهو. ده الرب بس كده بقلبه بس ببعضه كده. هقلبه لغايه ما اشوف ايديا ما تبقاش ايديا ما يلزقش في ايدي اهو، زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ما يلزقش. تعالجيه لو في اي حاجه. هاخد التلت بس، لو انت بتحبي الكاكاو اكتر اقسمي بالنص. هحط 3 معالق كاكاو عليهم، انا واخده بس يجي معلقتين كبار. هحط لهم معلقه زبده. معلقه زبده اتكترت شويه، هضطريه عشان هضربه هقلبه تقليبه تاني بيه كده. هضطريه هبقى احط له بقى معلقه لما احطه في التلاجة، لازم تحطي في التلاجة كده ساعه او نص ساعه، اهم حاجه يسقع معانا. الزبده ما تفكش بقى مننا خالص. إيه لو لقيتيه بيلزق معاكي ممكن تحطي معلقه كاكاو، ممكن تحطي معلقه دقيق، يعني ظبطي معاكي. هعمله بالمكنه. زي ما انتم شايفين كده، هعبيها كده بالقمع، اوكي مفيش مشكله. العجينه برضو تتعمل بالقمع. بس انا ما كانش عندي بصراحه، ما لقيتش الشكل اللي انا عايزاه وما جبتش، ما علينا. دي المكنه دي عندي قديمه اصلا، وبعمل بيها، بحبها جدا، خفيفه وبتعمل كميه حلوه قوي قوي على فكره. وخفيفه جدا، مفيش ولا واحده بتبوظ منها. مثلا يقول لك ايه ده المكن، لا ده جميله جدا. في منها طالع بلاستيك كمان حلوه جدا، ومش غاليه قوي، في منها ب 30 جنيه تحفه، بس دي كانت عندي قديمه. يلا بينا. حلو قوي الشكل. اظبطي ايديكي، ممكن تعمليها كبيره ممكن تعمليها صغيره، خدي بالك برضو. بسم الله ما شاء الله، بسرعه بسرعه، ما بتاخدش وقت فعلا. حلوة أوي في الفرن. شايفين الشكل جميل اللي شايفينها جميلة جدا جدا. ما اتحركتش ولا زادت سيكة. اللون جميل، ما تشغلش الشواية. الفرن كان سخن قبل ما ادخل البيتوفور. اخد تلت ساعة. وبعد تلت ساعة بتطلعيه وتسيبيه بس يهدى كده سيكة. شايفين بسم الله ما شاء الله الكمية حلوة قوي، عاملة كمية كبيرة، كيلو الدقيق. بسم الله ما شاء الله، عامل كتير كتير. خفيف جدا خفيف. عايزة بقى تشكليه براحتك اهو. بسم الله ما شاء الله. الكاكاو برضو شكلته برضو كده، عملته زي البسكويت اهو. شايفين الجمال؟ حلوة قوي. وكان فاضل كام واحدة كده، دوست عليهم بالقمع اللي ما كانش عاجبني شكله. حلو حلو برضو جميل، بس بإيديا كده، بصبعي كده في قلب القمع اهو. شايفين؟ عايزه تعرفي الكاكاو استوى ازاي وما بيبانش، يبقى حطي واحده من الابيض، يعني واحده مع الاسمر، لانه بيبان في الابيض اكتر. هو بيستوي، ان هو بيستوي واخد عشان ما يتحمصش معاكي قوي. دايب وجميل، ماسك نفسه. بص، ماسك نفسه ودايب في نفس الوقت. مقادير جميله، هو مظبوط ما شاء الله. طعمه جميل جدا جدا جدا. لو مش عايزه كمان تشكليه ما تشكلهوش، بيبقى جميل كده في التقديم، ويبقى حلو قوي مع كوبايه شاي كده من غير حاجه خالص. شايفين الكميه ما شاء الله من الكيلو الدقيق؟ حلو، هيعجبكم قوي 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 ان شاء الله. انا اسفه والله اتاخرت عليكم بجد، معلش حقكم عليا.
اتأخرت اللي سألوني كتير على البتفور، وانا بس كان في ظروف وانتوا عارفين الدنيا رمضان بقى كمان والوقت بيجري. شايفين ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله، بس لسه طالع سخن. كل ما البتفور بيقعد بيريح عشان ما فيهوش بيكنج باودر ولا حاجه بيطرى ويبقى جميل بقى، ماسك نفسه. شايفين بسم الله ما شاء الله. إيه طعمه حلو قوي يعني بجد يعني. يعني اللي مش عايزه تعمل بسكوت وعايزه تعمل بتفور بس تعمل، بيغني يعني. لا البسكوت لا البيتو بيغني، ممكن تستغنى عن حاجة فيهم. اهو شايفين الجمال واللون والتسوية كمان. شكلي بقى براحتك خالص، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سمراء، فراولة، مربى فراولة، اي حاجة عندك شكلي. عايزة تسيبيه كده سيبيه، مفيش مشكلة. نعمل حبة صغننين كده، وعلى العيد بقى نعمله طازة فريش كده بيبقى حلو. انا بحبه يبقى فريش، وبحبه كده كمان ساده كده اكتر. مع كوبايه شاي بيبقى تحفه. الفندق اللي انا عملت بيه الغريبه ده بحطه كده بيه. اهو نشكله بقى كده طحنه سوداني، بتاع شوكولاته، جوز هند، اللي هو الحاجات اللي انا بحط فيها ديت. انا بقول برضو ايه تاني، مش عارفه ايه تاني، مربى والشوكولاته، سيبته يتبخر على البخار كده عشان يسيح الشوكولاته البيضه والشوكولاته السمراء. اهو نشكله بقى كده وتسيبيه واحده واحده بعيد عن بعضه على ما ينشف بس يبقى، وخلاص اتحكمي براحتك. اهو ده السوداني ده طحناه كده في المطحنه بتاعه الخلاط. اهو الشكل بقى اللي انت عايزاه، الحاجات اللي الولاد بيحبوها وانت بتحبيها. بيطرى بقى، بتطرى اول ما تحط عليها المربى بتطري. انما الشوكولاته بتخليها ناشفه زي ما هي، ما بتحركهاش لانها بتنشف بسرعه الشوكولاته. انما المربى بتفضل ايه، تدوب كده في البتفوريه، بتبقى جميله برضه زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي قوي، جميل جميل. تسلم ايدك يا حنان، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب. تعود علينا الأيام وعليكم يا رب بالخير والمن والبركات يا رب العالمين. حلو قوي. هعمل برضو الأبيض، شوكولاتة برضو البيضة. زي ما قلت لكم كده مش هعمل كتير، أنا هعمل واسيبها كده، هحطه كده في بوكس صغير وهقفل عليه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال حلو برضه، أنا عامله لكم عشان الديكور. شايفين الجمال حلو قوي قوي قوي. الله جميل، يا رب بس يعجبكم أهم حاجة. عيد مبارك عليكم وعلينا يا رب، وعلى الأمة وعلينا جميعا يا رب، والأمة الإسلامية. أهو شايفين. يلا بينا كده إيه، ناخده كده واحدة، ناخده كده واحدة. يلا بينا أهو، بصوا بصوا. أهو بسم الله ما شاء الله. شايفين دايب إزاي، ماسك نفسه ودايب في نفس الوقت. أهو بقول لكم بصوا عامل إزاي. جميل جميل. يا رب بس يعجبكم، ما تنسوش بدعوة حلوة. أشوف وشكم بخير في فيديو جديد. مع ألف سلام، في رعاية الله وحفظه. باي باي.